الطاسه التمام اللي تعمر الدماغ. شويه صدق اسكندراني بالخلطه جمدان. بس لو عجبك الفيديو دوسي لايك وتصلي على النبي في الكومنتات. حطيت شويه زيت صغيرين لان طبعا الصدق بيبقى فيه نسبه دهون، وبسخن الزيت كويس جدا وبعد كده انزل بالصدق. وهاخد بقى الطاسه من وقت للتاني، ما بقلبش المعلقه دلوقتي عشان يفضل محتفظ بشكله. اول بقى ما يبتدي يدخل في التسويه بكون مجهزه بصلايه متقطعه ومعلقه صغيره من الثوم المفروم، واحطها بقى على الصدق وافضل اقلب بقى لحد ما يبتدي البصل والثوم يدبل لكن ما ياخدوش لون. بكون بقى مجهزه قطعه من الفلفل الالوان والفلفل الاخضر، وطبعا الخلطه ديت ما بتحلاش الا بالفلفل الشطه. بقلب الخلطه لحد الفلفل ما يبدا يدبل، وانزل عليهم بشويه ملح صغيرين لان طبعا الصدق بيبقى فيه ملح وفيه بهارات. واحط عليهم ربع معلقه صغيره من الكزبره وربع معلقه صغيره من الكمون. في الاخر بنزل عليهم بطماطمتين صغيرين متقطعين مكعبات وعليهم معلقه كبيره من الصلصه. طالما بقى الوصفه فيها طماطم وصلصه بنزل عليهم بقى بربع معلقه صغيره من السكر. بفضل اقلب فيها لحد ما تستوي وتبقى بالشكل دوت. مش محتاجه بقى الا رغيف عيش بلدي وتغمسي، مفيش اي حاجه جنبها. الخلطه متحبشه تمام والطعم جمدان، وزي ما انتم شايفين الطبق ما شاء الله يفتح النفس. مستنيه ايه؟ يلا جهزيها وتغدي بيها. بون ابيتي.